السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دليشات كيتشن المطبخ اللذيذ. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم عسل منزلي بالقالب ديال السكر. كيجي رائع جدا وكيجي ثقيل لجميع مؤسسات رمضان. خليكم معايا مع المكونات وطريقه التحضير. ودابا البنات غندوزو لطريقه التحضير. هنا غناخذوا قالب ديال السكر، الوزن ديالو 2 كيلو. قالب ديال السكر فيه 2 كيلو. غنوضعوه مباشره في طنجره الضغط او الكوكوط، وغادي نضيفوا ليه ايترو ديال الماء غليان، يعني يكون مغلي باش كيذوب لينا بسرعه هذا القالب ديال السكر، لان كما كتعرفوا القالب ديال السكر كيكون قاصح. خصنا ضروري نهرسوه بشي حاجه، بمطرقه ولا بشي حاجه باش يتهرس معنا. هنا طريقه سهله، كنزيدوا له ايترو ديال الماء ساخن وكنخليوه كيذوب في هذاك الماء على نار اللي كتكون مهيله كما كتشوفوا معايا. بدا كيذوب شويه بشويه، ومن بعد غادي نضيفوا ليه مباشره واحد الحامضه مقطعه الى قطع او دوائر، واحد 2 ديال الباديانه او اليانسون، و عود ديال القرفه. غادي نسدو على الكوكوط ديالنا كما قلت لكم النار مهيله لمده ديال 45 دقيقه. وهذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. كيعطينا هذا القالب ديال السكر كيعطينا واحد اللون جميل في العسل. صافي مباشره غنحيدوا هذيك القرفه والباديان والحامض، وغادي نخليو هذا العسل هذا يرتاح ليله كامله. ضروري تخليوه يرتاح ليله كامله باش كيتقال عندنا العسل. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. هانتوما البنات، من بعد ما بات عندي العسل ها هو عقد عندي. شوفوا كيفاش جا عاقد واللون ديالو جميل جدا. غتقدروا تستعملوا هذا العسل هادي لجميع مؤسسات رمضان. كيلصق في مؤسسات رمضان، لا بالنسبه للشبكيه ولا المقروط ولا البريوات ولا اي مؤسسه عندكم. هذا هو الشكل النهائي ديال العسل اللي حضرت معكم اليوم بالقالب ديال السكر. نتمنى الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كما شفتوا المكونات بسيطه جدا والطريقه سهله. ما عليا غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع دليشات كيتشن. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميله والبارطاج ديال الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاحباب ديالكم والاصدقاء. ما عليا غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع دليشات كيتشن المطبخ اللذيذ.